مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقة ديال الكعبة، فتابعوا معايا طريقة التحضير. اول حاجة غادي نحضروا العجين. غادي نحتاجوا 1 كيلو ديال الدقيق ابيض، بيضة كاملة، عندنا 2 معالق كبار ديال الزيت، زيت نباتية، عندنا قطرات من روح اللوز، عندنا 2 معالق ديال العسل، انا هنا استعملت العسل الحرة، تقريبا 1 الكاس ديال ماء الزهر، وقطرات من ماء الزهر، 50 غرام ديال الزبدة حيوانية، و2 معالق ديال السكر كلاصي. غادي نحاول نخلطوا الزبدة والعسل والبيضة، نحاول نخلطوا مزيان الزبدة باش ما يبقاوش لنا فيها الحبيبات. من بعد غادي نضيفوا قطرات ديال روح اللوز، ومن بعد قطرات ديال روح الزهر. انا هنايا كنبغي نسم العجين باش حتى هي يكون فيها واحد لوغو زوين. من بعد غادي نضيفوا الدقيق كامل ونحاولوا نبسسوا العجين مزيان. حتى هاد الطريقه كتساعدنا باش ما كتبقاش الصراحه الزبده هكا محببه، وكنبداو نضيفوا بشويه بشويه كيف كتلاحظوا. الصراحه العجينه كتبغي تبقى قاصحه بزاف، راه كيف غتلاحظوا في الفيديو انا راني ما استعملتش الكاس كامل، كنحاول ما امكن نحاول نجمع هذاك الدقيق ندخلو مع العجينه كيف كتلاحظوا. هاد الطريقه باش نحاول ما نزيدش ماء الزهر. كيف كتلاحظوا غنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى تجمع لي العجين. نتفاداو اننا نزيدو ماء الزهر باش هكا تبقى لينا العجينه قابطه راسها، حيت ان فوا كنخليوها ترتاح يعني كتبات لينا صافي كتعاود تطلق راسها، ما بصراحه ما كتبقاش قاصحه بزاف. غادي نبقاو مستمرين في هذه الطريقه حتى غادي تجمع لينا العجين. صراحه غير نعطيوها شويه الخاطر وراها كتجمع لينا. من بعد غادي نحتفظوا بها في الثلاجه. بالنسبه للوز هنايا استعملت كيلو ديال اللوز، غادي نستعمل معاه 450 غرام ديال السكر. انا هنايا اللوز سلقته وحيدت ليه القشره ديالو وخليته ينشف ليله كامله. انا اللوز والعجين ديما كنوجدهم ليله قبل باش كتسهل عليا الخدمه. صراحه اللي بغى يدير 500 غرام يديرها، انا كنحاول نقص شويه السكر. هنايا كيف كتلاحظوا من بعد ما طحنت العقده ديالي غادي نضيف لها شويه ديال المسكه الحره، تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده، اللي غتكون تقريبا 50 غرام ديال الزبده، وعندي معلقه ديال العسل ونصف كاس ديال ماء الزهر وقطرات من روح الزهر. غادي نحاولوا ندمجوا هاد العناصر مع العقده، نحاولوا نخدموهم مزيان. بالنسبه للبنات اللي كيتشكوا من العقده كتطلق ليهم الزيت فما تخافوش، فغادي نبداو نضيفوا نصف كاس ديال الماء الزهر. في هذا الاثناء غادي نبقاو نضيفوا غير شويه بشويه، فك اون فوا كنبقاو ندلكوا فيها فهي كترجع تشرب لينا الزيت ديالها. كيف كتلاحظوا خصني نبقاو ندلكوا هكا بالكف ديال ايدنا وراه كتعاود ثاني ترجع تشرب. انا هنايا مره راني كنرش بالماء ديال الزهر. غادي نحاول نخدمها مزيان مزيان، يعني صراحه راه كتبغي تخدم. وما تخافوش من الزيت، غير بقاو مستمرين في هذه العمليه فراه كتجمع معنا. نتوما كيف كتلاحظوا العقده صراحه جات زوينه بزاف، خدمتها مزيان مزيان، يعني خدات من عندي مني شويه ديال المجهود، ولكن صراحه في الاخير كتعطينا واحد النتيجه زوينه. غادي نديروا لها واحد تيست، يعني نجربوها واش كتقطع. هانتوما كيف كتلاحظوا راه غير خدموها مزيان وراه كتجيكم زوينه بزاف. انا هنايا كنعملها شكل صبيعات، اللي الوزن ديالها 18 غرام، كنحطهم هكا على جانب باش كنسهل عليا الخدمه. وغنوريكم واحد لاستيس، هي انني ما كنديرش دقيق العجينه، كندير لها شويه ديال الزيت كيف كتلاحظوا باش ما كتنشفش ليا وكتساعدني في الخدمه.
انا غادي نعاود نخدم معكم وحده بشويه يعني بالمهل. بالنسبه للسمك ديال العجين انا كنخدمها كنسرحها شويه بالمدلك وكندوزها في النمره الوسطانيه، ومن بعد كندوزها في النمره الاخيره يعني النمره الرقيقه يعني الاخرينيه. كيف كتلاحظوا انا هذا هو الشكل اللي كيعجبني في الكعبه. كنحاول هكا نقوسها، وحاولوا انكم ما ترقوش ليها الراس ديالها يعني تخلوه شويه هكا غليظ. هذا هو السبب اللي كيخليها كتحمر من الفوق. وصراحه الكعبه ما كتبغيش تحمر، كيبقى لها داك اللوين الابيض هو اللي زوين. غادي نحاول نخدم معكم وحده. غادي نسرح شويه العجين بالمدلك، غادي ندوزها في الرقم اللي في الوسط، يعني كل وحده على حساب الماكينه اللي عندها. من بعد غادي ندوزها في الرقم الاخير، وغادي نحط واحد الصبيع ديال العقده ونحاول نغطي يعني نحاول نشكل واحد الكعبه. يعني ضروري خصنا نشوفوا الا كان هكا شي فقاعات ديال الهواء ولا شي حاجه نحاولوا نخرجوهم من الجوانب. غادي نبدل لكم الزاويه ديال التصوير. صراحه سمحوا لي على يعني التصوير بديت الخدمه بالليل يعني ما قدرتش نخدمها وسط ديال النهار. غنحاول نخدموا بهاد الصبيعات هكا باش نثبتوا العجين على عقده مزيان. من بعد ما شكلنا الشكل ديال العقده غادي نقطعوها بالجراره ونحاولوا نتنيو لها داك الراس الفوقيني. كيف كتلاحظوا انا هاد الشكل صراحه كيعجبني بزاف، واخا كيشد الوقت ولكن صراحه كيعجبني، كيجي في المنيطر زوين وراقي. انا هنايا من بعد ما غادي نكمل الخدمه كامله غادي نخليها حتى للصباح ان شاء الله. هنايا من بعد ما نشفات ليا مزيان انا كنت مغطياها غير بواحد المنديل وخليتها باتت. غادي نحاولوا نديروا لها واحد التقيبات بشي حاجه هكا بشي فنيته ولا شي حاجه، وغادي نحاولوا ندهنوها بالزبده ديال زبده حيوانيه. غادي نحاولوا نعملوا واحد الثقوب، هادشي اللي تفادي يعني باش ما ترتقش لينا في الفران. من بعد غادي ندهنوها كامله. اما بالنسبه للطياب فانا ما كنسخنش الفران من قبل، كندخلها الفران وكنشعل على من التحت على عافيه مهيله، وضروري تبقاو رادين لها البال باش ما تحمرش. وبصحه والراحه نتلاقوا ان شاء الله في وصفه جديده.